السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. في البداية أحب أشكر الدكتور عبد المنعم الشيخ لهذه الدعوة الكريمة لهذا الملتقى. ولا يفوتني أن أشكر حبيبنا الدكتور عبد الرؤوف الصعيدي أبو محمد على حسن الاستضافة وكرم الضيافة الذي هو ليس مستغرب عليه حقيقة. كما أحب أن أهنئه بمناسبة تكريمه على العمل الإنساني الذي يقوم به، جزاه الله خير. طبعا لما نتحدث عن أمراض الروماتيزم عموما أو مصطلح الروماتيزم، هذا المصطلح يعود إلى مئات السنين. فالمصطلح أساسا لاتيني لكن أصوله إغريقية. كان يستخدمها الأطباء لوصف ألم المفاصل أو الأنسجة المحيطة بها. ثم بعد ذلك يستخدمه عامة الناس لوصف آلام المفاصل وتيبس المفاصل مع تقدم العمر. فيجيك مثلا المريض يقول لك والله أنا عندي روماتيزم، وهذا المصطلح حقيقة خاطئ، يعني لا يستخدم حاليا، لأنه الآن أمراض الروماتيزم أمراض متنوعة. الروماتيزم ممكن تعني خشونة في المفاصل، ممكن يعني التهاب في المفاصل، التهاب مفاصل روماتويدي. فلما نتكلم عن أمراض الروماتيزم عموما، عندنا تقريبا أكثر من 150 إلى 200 مرض مختلفة. لو جينا نصنفها ممكن نصنفها على قسمين: أمراض روماتيزمية غير التهابية، يعني ما يكون في التهاب في المفصل وإنما آلام أو نسميها يعني نتيجة لاختلال في ميكانيكية المفصل. مثال على هذه الأمراض مثل خشونة المفاصل، مثل التهاب العضلات الليفي نسميه أو الفايبروميالجيا، مثال هشاشة العظام وغيرها الكثير. القسم الآخر هو الأمراض الروماتيزمية الالتهابية، وهذه هي الأهم، لأنه هذه الأمراض هي اللي يعني تقريبا لها علاج حاليا وعلاج يغيرها بشكل كبير. طبعا من أهم الأمراض هذه أو أشهرها يعني من حيث عدد الحالات هو مرض النقرس، ثم يأتي بعده مرض التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الرثياني. أنا ما أعرف إذا في أحد سمع عن المرض قبل كذا أو لا. طبعا الأمراض الروماتيزمية يعني لعدة أسباب غير معروفة بين الناس. ليه؟ أحد الأسباب هذه لندرتها. يعني أنت لما تتكلم عن مرض زي التهاب المفاصل الروماتويدي، ما تتكلم عن مرض زي السكر أو الضغط، يعني تتكلم عن نسبة بسيطة في المجتمع، ما هي كبيرة. الشيء الآخر انه ما في وعي عن هذه الامراض لفتره طويله، حتى التخصص يعني يمكن في خلال السنوات السابقه ما في اطباء بعدد كافي ليغطي يعني المجتمع. فانا الان حركز على التهاب المفاصل الروماتويدي. طبعا هذا المرض هو مرض مناعي ذاتي يصيب المفاصل، ممكن اي مفصل يتاثر فيه، لكن غالبا يصيب مفاصل اليدين والرسغين والركبتين، وأحيانا طبعا الكتفين والمرفقين وغيرها من المفاصل بشكل متماثل، يعني بحيث أنه يكون في الجهتين. طبعا إيش أسبابه؟ السبب الرئيسي للمرض أو السبب غير مفهوم بشكل تام، ولكن الآن معروف أنه فيه خلل في الجهاز المناعي أو في استجابة خاطئة للجهاز المناعي، بحيث أن الجهاز المناعي هذا يهاجم خلايا الجسم، يعني يهاجم نفسه. فبالتالي عشان كذا سموها مرض مناعة ذاتية. طيب، وفي أمراض كثيرة طبعا في كثير من التخصصات تحت هذا المسمى. إيش سبب الخلل هذا في الجهاز المناعي؟ في عدة عوامل. الآن الدراسات أثبتت أنه في عدة عوامل، منها عوامل جينية، منها هرمونات، ومنها عوامل بيئية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مهمة جدا: التدخين،
وجد أن التدخين سبب رئيسي أو عامل رئيسي من العوامل التي تحفز الجهاز المناعي لدى مرضى الروماتويد. يعني لما يكون الشخص عنده قابلية للمرض، عنده جينات لمرض الروماتويد، ويبدأ يدخن، تبدأ الأجسام المضادة لمرض الروماتويد تظهر في الدم، وبعد فترة تبدأ أعراض الروماتويد تظهر. العوامل الأخرى كمان منها السمنة المفرطة، بعض أنواع البكتيريا والفيروسات، هذه تحفز الجهاز المناعي بحيث أنه يبدأ يهاجم نفسه بدل ما يحارب البكتيريا هذه والفيروس ويرجع لطبيعته كما كان. أيضا وجد كمان الصدمات الجسدية، سواء يعني التعرض للصدمات سواء الجسدية أو النفسية. فكثير من الأمراض الروماتيزمية المناعية يجيك المريض أو المريضة بعد صدمة نفسية، أو حتى أحيانا بعد حادث معين، حادث سيارة، بعد حادث سيارة يبدأ يظهر المرض. هو مو السبب هو الحادث السيارة، ولكن السبب انه هذا العامل ادى الى تحفيز الجهاز المناعي، وهو اصلا عنده قابلية لاكتساب المرض هذا، عنده الجينات مثلا وعنده عوامل اخرى ادت الى اكتساب هذا المرض. في عوامل خطورة طبعا اخرى. عوامل خطورة يعني اي احد عنده عوامل خطورة هذه يكون معرض اكثر من غيره لمرض الروماتويد. منها طبعا تقدم السن، كل ما زاد السن يكون الإنسان معرض للروماتويد أكثر من غيره، بالذات في عمر ما بين 35 إلى 55. الجنس برضو مهم. وجد أنه النساء أكثر عرضة من الرجال تقريبا 3 إلى 1. أيضا السمنة المفرطة كما تحدثنا، التدخين، حتى التدخين السلبي، التاريخ العائلي، العوامل الجينية، هذه كلها عوامل خطورة قد تؤدي إلى مرض الروماتويد. طيب نيجي الآن لأعراض المرض. أنا كيف أعرف أنه أنا عندي روماتويد أو لا؟ كما تحدثنا أنه يكون في التهاب في المفصل. إيش تعريف التهاب المفصل؟ آلام وتورم في المفاصل، مفاصل اليدين، الرسغين، المرفقين، الكتفين، الركبتين، يستمر لفترة طويلة، لأنه هو مرض مزمن، لفترة تتجاوز 6 أسابيع. الألم هذا أو التورم أكثر ما يكون في الصباح الباكر، ويبدأ يتحسن مع مرور الوقت. تيبس في المفصل لمدة 30 دقيقة أو أكثر، بالذات في فترة الصباح. فقدان في الشهية، التعب العام في الجسم، أحيانا حمى ليست بدرجة عالية ولكن يكون في حمى في الجسم. طيب إيش مضاعفات المرض؟ يعني هل المرض خطير أو لا؟ في طبعا مضاعفات المرض. طبعا أول حاجة مضاعفات المرض إذا ترك ولم يعني يعالج، سيفقد الإنسان قدرته على التحكم بهذه المفاصل. يعني ما يقدر مثلا الإنسان أو المريض يجي لك ما يقدر يفتح الأشياء، ما يقدر يلبس بنفسه إلا بمساعدة الآخرين. إذا تركته فترة طويلة ممكن يؤدي إلى تآكل المفصل، وممكن مع الوقت يؤدي إلى إعاقة حتى، لأنه المفاصل الكبيرة زي الركبتين، المفاصل الأوراق ممكن تتأثر، فيحتاج تغيير مفصل مستقبلا وهكذا. وجد أيضا أن مرض الروماتويد يزيد من العرضة، عرضة الإصابة بأمراض شرايين القلب، الأوعية الدموية، أيضا التهاب الأوعية الدموية، متلازمة جوجرين أو متلازمة جفاف العينين والفم، هذه كلها تزيد مع مرض الروماتويد. طبعا غير المضاعفات النفسية، لأنه المرضى هذول يجي لك بأمراض نفسية، يجي لك باكتئاب، يعني لأنه ما هو قادر يتحكم أو ما هو قادر يقوم بأعماله اليومية. حياته تغيرت بشكل كبير. أيضا لا يستطيع العمل، فترة الغياب عن العمل تطول، فبالتالي حتى إنتاجيته في العمل تقل، يكون عبء على المنشأة التي يعمل فيها، أو حتى عبء على الدولة. كيف يتم تشخيص المرض هذا؟ طيب متى أنا أروح أشوف دكتور؟ والله أنا عندي أمراض، عندي أعراض في مفاصلي، متى أروح؟ أول ما المريض يشوف
أو يلاحظ أنه في آلام والتهاب في أي مفصل يجب أن يذهب إلى الطبيب المختص مباشرة. طيب التشخيص المبكر في مرض الروماتويد مهم جدا جدا، بالذات في الستة أشهر الأولى، لأنه يفرق كثيرا في الاستجابة للعلاج وفي اجتناب المضاعفات المرض اللي ذكرناها. كيف يتم التشخيص؟ عن طريق بعض التحاليل المخبرية، أهمها سرعة ترسيب الدم او ما نسميه بالاي اس ار، البروتين سي التفاعلي، هذه تكون عاليه في المرض، معامل الروماتويد، وايضا الاجسام المضاده، في اجسام مضاده نسميها الانتي سي سي بي، هذه تكون عاليه في مرضى الروماتويد. عمل الاشعات السينيه وحتى الالترا ساوند، الان نعمل الترا ساوند او اشعه تلفزيونيه على المفاصل بتكنيك معين نعمله على المفاصل وتبين لنا إذا كان في التهاب في بطانة المفصل أو لا. كما ذكرنا أن التشخيص مهم جدا جدا في وقت مبكر. علاج المرض طبعا فيه الشق الدوائي والشق الغير دوائي. الشق الدوائي طبعا نستخدم عادة في بداية المرض نستخدم مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية نسميها، مثل البروفين والفولتارين والسلبريكس والأشياء دي. كما نستخدم الكورتيزون. طيب يجيني مثلا مريض يقول لي والله يا دكتور انا ما ابغى اخذ كورتيزون، الكورتيزون خطير وسمعت عنه وقريت عنه كذا وكذا وكذا. فعلا الكورتيزون له مخاطر كبيرة إذا استخدم بغير تقنين، استخدم لفترات طويلة، استخدم بجرعات عالية أكثر من المعدل اللي احنا نستخدمه. او مثلا مريض نصحه شخص اخر، او هو من نفسه المريض راح للصيدليه واخذ كورتيزون بجرعات عاليه، لا، هنا تكون مضاعفات خطيره جدا. احنا نستخدم الكورتيزون بجرعات مقننه ولفتره قصيره في بدايه الالتهاب. ليه؟ لان الكورتيزون يعمل بشكل سريع على تخفيف الالتهاب ويعطي فرصه لبقيه الادويه حتى تعمل، لأنه بقية الأدوية تأخذ من 6 إلى 8 أسابيع حتى تعمل. العلاجات الأخرى علاجات نسميها العلاجات المعدلة لطبيعة المرض أو المثبطة للمرض. منها العلاجات التقليدية، علاجات مثل الميثوتريكسات والعلاجات السلفا وغيرها. وفي العلاجات الأحدث هي العلاجات البيولوجية أو العلاجات الحيوية، هي علاجات تعمل على بعض المواد الكيميائية التي يفرزها الجهاز المناعي، فبالتالي تقلل من التهاب المفاصل. والآن العلاجات الأحدث أو آخر علاجات لهذا المرض هي مثبطات الجاك، هي عبارة عن علاجات تعمل داخل الخلايا أو خلايا الجهاز المناعي، فبالتالي تمنع المواد الكيميائية من الإفراز من هذه الخلايا وتثبط المرض. الشق الغير دوائي بشكل سريع، الشق الغير دوائي طبعا دقيقة. طيب الشق الغير دوائي طبعا الراحة في وقت نشاط المرض. طبعا المرض يمر بحالات نشاط وبحالات خمول. في حال النشاط يجب الراحة التامة، وفي حال طبعا خمول المرض ننصح بعمل التمارين الرياضية، اتباع نظام غذائي صحي، الابتعاد عن التدخين تماما، تقليل الوزن، هذه كلها من الأشياء المهمة. أحيانا نحتاج إلى استخدام الكمادات أو الضمادات الساخنة أو الدافئة على المفصل أثناء الالتهاب، فترة الالتهاب. هذه أهم الأشياء اللي يعني حبيت أذكرها عن المرض. في أخيرا من العلاج اللي هو الشق الجراحي، في بعض المرضى يحتاجوا لتغيير مفصل أو يحتاجوا إلى حتى تدخلات جراحية في حالات تلف الأوتار وغيرها. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.